تعال اوريكم ازاي قضينا عيد الفطر هنا في فرنسا. طالما قلنا العيد فاكيد لازم نحضر له قبلها، علشان كده بدات قبلها بيوم ونضفت المكان كويس وغسلت الهدوم وحلقت دقني اللي مش موجوده اصلا، وكمان حضرت الكحك والبوتيفور والحلويات المصريه اللي هنستمتع بيها بعد الصلاه. صحيت من النوم النهارده، ظبطت كام حاجه واخدت دش، ودلوقتي هلبس واجهز عشان اروح اصلي صلاه العيد. قابلت الشباب شاكر وصهيب، وبعد ما وصلنا المسجد قابلنا صاحبنا بنيامين هناك، وكانت الصدمه لما لقينا صف طوله حوالي 300 متر انتظار. علشان كده اضطرينا نروح نشوف مسجد تاني قريب، ولما وصلنا كانت الصدمه التانيه لما لقينا عدد اكبر من العدد اللي فات، وبعد حوالي ساعه ونص انتظار في الصف اضطرينا نصلي في الساحات الخارجيه للمسجد. وعلشان كده احيانا بتكون في صلاتين عيد واحيانا ثلاثه. خلصنا وسلمت على اللي اقدر عليه تطبيقا للسنه، وبعدين وصلنا للبيت جارنا عم بشير والد شاكر صاحبي جزاه الله خير. اول حاجه عملتها تواصلت مع الاهل واصحابي اللي قدرت اكلمهم، رغم اننا مقصرين جامد في حق بعض من ناحيه السؤال، لكن لازم نعذر بعض لان حقيقه الموضوع مش سهل زي ما كتير بيفكر. اما دلوقتي فهجيب الحاجه اللي جهزتها امبارح وهشرب معاهم عصير مانجا، وانتوا قولوا لي بتاكلوا الكحك ازاي. بعد ما رحت تقريبا ساعتين هقوم دلوقتي علشان اجهز الغداء، واللي كان عباره عن رنجه مالحه، وللي ما يعرفوش فده عباره عن سمك مملح مدخن. اعطيته تشويحه سريعه على النار وجهزته مع بصل وطماطم وليمون وخس وعيش او خبز عربي، والطعم كان جامد. خلصت وعملت كام حاجه، وفي اخر اليوم تقريبا عدينا على المطعم جنب البيت انا والشباب واكلنا اجنحه دجاج وكانت حلوه صراحه. وانتوا احكوا لي عملتوا ايه النهارده، قضيتوا يومكم ازاي؟ كان معاكم محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.